تعالوا بقى نشوف سر شاورما المطاعم. هي في المكون ده. النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات الشاورما السوري زي اللي بنطلبها من المطاعم بالظبط. ما اعتقدش ان في حد ما بيحبش الشاورما. هقول لكم على الطريقه اللي ادتني نفس طعم الشاورما السوري بالظبط واحلى كمان. منظرها وريحتها يخطف القلب والعقل. واحلى تتبيله هتعملوها لشاورما الفراخ في البيت طعمها حلو قوي زي اللي بنشتريها من بره واحسن كمان. تابعوني لاخر الفيديو علشان نشوف كل التكات والحركات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير. اول حاجه هنحتاجها للشاورما بتاعتنا هي صدور الفراخ المخليه او فيليه الدجاج، وهنبدا نقطع الصدور بتاعتنا شرايح رفيعه قوي كده بكل سهوله. وبنفس الطريقه هنقطع الكميه كلها اللي معانا. تقدري تعملي ميكس بين الاوراق والصدور، وتقدري تستخدمي صدور بس. وتعالوا نعمل احلى تتبيله لشاورما الفراخ، والتتبيله دي تكفي الكيلو صدور فراخ. هحتاج اول حاجه 4 معالق كبار زبادي، نص كوبايه زيت، عصير ليمونه كبيره، معلقه كبيره من المستردة ومعلقه كبيره من الثوم المهروس. وهبدا اتبلهم: معلقتين صغيرين ملح، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره بصل بودره، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه كبيره بابريكا ويا ريت تكون مدخنه، ونص معلقه صغيره حبهان مطحون، نص معلقه صغيره قرفه، ونص معلقه صغيره زعتر، ونص معلقه صغيره جنزبيل، وسنه صغيره كده على طرف المعلقه قرنفل مطحون، ومعلقه كبيره خل ابيض. نقلب التتبيله كويس جدا مع بعضها، وكده التتبيله بتاعتنا جاهزه. ريحتها خطيره. تعالوا بقى نشوف سر شاورما المطاعم. هي في المكون ده اللي هي الضاني. حته اللي هي الصغيره دي هتخلي الشاورما بتاعتنا طعمها وريحتها مفيش احلى من كده. ومش هنحط كتير، 150 جرام بس على كيلو صدور الفراخ، وهنقطعها تقطيع رفيعه زي الشاورما. نوزعها كده على صدور الفراخ، وبعد كده هننزل عليهم بالتتبيله الخطيره بتاعتنا. هقلب قطع الشاورما كده كويس مع التتبيله، واغطيها واسيبها كده في التلاجة تتبل براحتها، بس اقل حاجه نسيبها ساعتين علشان الفراخ تاخد طعم حلو. ممكن نعملها من قبلها بليلة ونسيبها في التلاجة لتاني يوم. وعلى ما الفراخ تتبل براحتها، تعالوا بقى نجهز صوص الطومية السوري. في حلة هنحط ربع كوباية نشا، وعليها كوباية مية عادية من الحنفية، وقلبهم كويس على البارد. وبعد كده نرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما قوامها يتقل كده ويعمل شبه المهلبية شوية. وايديكي فيها على طول بتقلبي باستمرار علشان ما تكلكعش معانا. عايزين قوامها يبقى ناعم وكريمي كده زي المهلبية. هنفرغهم في طبق كده على جنب يبردوا، واغطيهم بستريتش او كيس تلاجة علشان ما تعملش طبق على الوش. بعد كده هتجيبي الخلاط وحطي فيها نص كوباية مية باردة عادية، وعليها معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من ملح الليمون، وفصين توم مهروسين. هاخدهم اضربهم في الخلاط شوية كده لحد ما يمتزجوا مع بعض، وده بيكون شكلهم. بعد كده هجيب خليط النشا اللي احنا جهزناه من شوية، وهحطه عليهم في الخلاط، ونخلطهم شوية في الخلاط كده لحد ما قوامهم ينعم مع بعض. بعد كده هنحتاج ربع كوباية زيت، وهنضيفهم بالتدريج والخلاط شغال. هنضيفهم سرسوب كده رفيع لحد ما كمية الزيت تخلص، والزيت هنحطه سرسوب رفيع واحنا مشغلين الخلاط لحد كل كمية الزيت ما تخلص. وبيبقى ده شكله كده في الاخر كريمي كده وجميل. ملاحظين هنا ان قوامه خفيف كده شوية وسايل، ده عشان لسه معمول. لما نحطه في التلاجة يبرد شوية هنلاقي القوام بتاعه بدأ يتقل وبقى كريمي بالشكل ده. وادي الشاورما بعد ما سبتها اتبلت براحتها خالص في التتبيله. هقسم الشاورما بتاعتي جزئين، جزء هسويه معاكم دلوقتي والجزء التاني بحطه في كيس في الفريزر، يبقى جاهز عندي كده وجبه غدا جاهزه في اي يوم. اي يوم حسيت ان انا تعبانه مش قادره اطبخ ماليش مزاج اقف في المطبخ كتير، نطلعه كده يفك شويه من التجميد، وبعد كده نسويه على طول ما بياخدش 5 دقايق. تعالوا بقى نسوي الشاورما مع بعض. في طاسة او جريل او صينية عندك هحط معلقة كبيرة من السمنة كده علشان الشاورما تفضل طرية وجوسي. هنزل الشاورما كده وافردها في الجريل، والحرارة تكون عالية على الاخر علشان ما تنزلش ميتها وتنشف. فردتها كده في الجريل ومش هقلبها خالص غير لما تبدأ تاخد لون دهبي فاتح من تحت كده، ولونها يبدأ يغير من فوق. وهي كده تقريبا بتبقى داخلة في السوا. هي اصلا ما بتاخدش وقت طويل خالص في التسوية علشان بنبقى سايبينها منقوعة في التتبيلة فترة،
والتتبيلة بيبقى فيها عصير ليمون وخل وزبادي، فده بيطريها جدا ويخليها تستوي بسرعة. ودلوقتي هقلبها واسيبها شوية كمان تكمل تسويتها وتبقى جاهزة معانا. وحطيت لها كمان فحماية مولعة كده ورشيت عليها رشة من السمنة علشان تاخد ريحة التدخين الحلوة دي. تعالوا بقى نجهز السندوتشات مع بعض. عندي عيش شاورما شارياه جاهز، وفي المطاعم كمان بيستعملوا عيش شامي او لبناني، بيفتحوه كده وبياخدوا الظهر بتاعه ويحطوه كحماية للعيش السوري. هندهنه بشوية من صوص الطومية وبعد كده هننزل عليه بقطع الشاورما. عايزة اقول لكم ريحتها واصلة لاخر الشارع، بجد عالمية. حطيت كمان بطاطس محمرة وخيار مخلل وشوية من الكاتشب. وبقفل الساندوتش بتاعي كده بكل سهولة. بنقفل الجوانب الاول وبعد كده ببرمه واضغط عليه ضغطة خفيفة كده وانا ببرمه، وكده يبقى جاهز معانا. ولو عايزينه حار هنحط شوية من الهوت صوص مع صوص الطومية واحنا بندهنها. تعالوا بقى نحمصهم في نفس الطاسة مكان تسوية الشاورما. زودت بس معلقة زيت واحدة، وهبدأ ارصهم كده واحطهم لحد ما يتحمروا وياخدوا لون حلو من جميع الجهات. اقلبهم كده على كل ناحية شوية لحد ما يتحمص وياخد لون جميل كده. بذمتكم فيه جمال وحلاوة كده يجنن وريحته خطيرة. جربوه، لما تجربوه بقى ما تنسوش تقولولي في التعليقات. تعالوا بقى نقطعه كده ونشوف شكله من جوه. شوفوا انتوا بقى واحكموا بنفسكم، بيتكلم عن نفسه. تقدروا تقطعوه على 2 او تقطعوه سلايس صغيرة كده وترصوه في طبق كده جميل مع شوية خضار، كرنب مع جرجير وشوية من صوص الطومية وشوية من الخيار المخلل وشوية ليمون مخلل، وبألف هنا وشفا. لا تقولولي بقى شاورمة مطاعم ولا اي حاجة تانية، انسوا الكلام ده خالص. حاجة كده تستاهل بقكم. شايفين شكلها من جوه عاملة ازاي مع صوص الطومية كده؟ طعمها خطير. ما تنسوش اللايك يا حلوين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.